مرحبا بك. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم هذا الطبق هذا المغربي الاصيل اللي كل المغاربه كيحماقوا عليه، واللي اول مره في القناه ديالي غادي نديرو معكم، واللي فرحانه بزاف باش نشارك معكم الطريقه ديالي. اول حاجه كنغسلوا الدجاج، هذيك بوحدها ضروريه منها، بس كنجبيرو مليحه وكنخليوه يرقد ليله كامله. وهو يعني الا كان في الكونجيلاتور، كان خارج الكونجيلاتور راكم كتغسلوه وديروا له العطريه ديالو يعني ديروا له الكنجبير والملحه ولا الحامض وتخليوه يترقد. هنا ندوزو نصايبو الشرموله اللي درت فيها كميه ديال المعدنوس والقزبور، شويه ديال الثومه حتى هي كميه معقوله ديال الثومه، حيتاش الكميه اللي طيبت هذه المره كميه كبيره ديال 5 ديال الدجاجات، وبالتالي الشرموله خصها تكون كافيه ليهم كاملين. فدرت هنا كميه ديال الثومه، ضفت عليها التوابل كاملين اللي غادي نكتبهم لكم كلهم في الصندوق ديال الوصف. على راسهم وبالضروره كاين راس الحانوت ضروري منه، والعطريه خصها نديروها مدوبله، ولا الا كنتو غطيبوا مثلا غير واحد كتكتفيو بمعلقه صغيره ديال العطريه. انا درت هنايا 5 ديال الفرارج، وبالتالي كانت محتاجه بزاف ديال العطريه باش انني ندخلها باش يجي كافي الدجاج كامل وكله يجي بنين ويجي داخل ومشرب فيهم كاملين. فهنايا العطريه كيف ما كتشوفوا من بعد ما وجدنا داك الشرموله خويناها كلها على داك الدجاج كامل وشرمناه مزيان مزيان، تدخلت فيه الشرموله مزيان. وما بين الجلود ضروري، ما بين الجلده ديال الصدر نثقبوا الصدر مزيان باش تدخل في العطريه مزيان. هكا الجناب ديال الفخاد، يعني ضروري خصنا الدجاج ديالنا يتشرمل مزيان مزيان باش ملي كيطيب كيكون بنين، واي جزء من الدجاج كليتو غادي يجيكم بنين وغادي يجي مشرب ديك العطريه مزيان. فهذه اهم مرحله ومرحله ضروريه في التحضير ديالنا للرفيسه، سواء الرفيسه سواء الدجاج مشرمل الدجاج مفور الدجاج محمر، زعما ضروري هاد الطريقه هذه هي اللي كتخلي الدجاج ديالكم يجي بنين بزاف وكل شيء يبقى يقول الدجاج رائع. المهم كناخذوا الدجاج ديالنا من بعد ما كنشرملوه كنربطوه مزيان بورق داك البلاستيك الغذائي. هنا راه عندي بلاستيك غذائي هذا، كنربطو به مزيان باش ما كيتحلش ليا في الطياب، اولا كديروا داك الخيوط حتى هما اللي كيكونوا د الخيش حتى هما راه مزيانين. المهم اللي كيكونوا اليمونتير ضروري يكونوا اليمونتير باش كيكون داكشي صحي وما يكونش خطر على الصحه ديالكم. فضروري انا استخدمت هذا، تقدروا تستخدموا اي نوع عندكم ما كاينش حتى شي مشكل. فالدجاج هذه اهم مرحله في التحضير ديالنا لهذا الطبق هذا، هي الشرموله ديال الدجاج وهذا الربيط ديال الدجاج هذا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوا المراحل اللي جايه. هنا من بعد ما كنشرملو الدجاج ديالنا كامل كنديروه في الطنجره اللي غادي نطيبو فيها النهار اللي جاي، يعني لا غد ليه ولا في العشيه على حسب الوقت اللي بغيتو. المهم كنخليوها تبات ليله كامله. انا خليت العطريه في الدجاج ليله كامله، خليته مشرمل باش تشرب مزيان ديك الشرموله. هنايا لا غد ليه ناظرنا الملوي، ماما الله يخليها لينا مسكينه دارت كميه كبيره ديال الملوي اللي كافيه لهذا الشيء كامل. انا تكلفت بالطياب بالمرقه والدجاج وداكشي كامل، وهي تكلفات بالملوي حيتاش كتصرعو مزيان. هي كتصرع كلشي طبعا. انا اول مره غادي نزعم على كميه كبيره نقدر نطيب العائله صغيره، ولكن العائله كبيره صعيب شويه. ولكن الحمد لله توفقت انني نطيب 5 وكل شيء كلا كل شيء اللي جا واللي ما جاش. المهم الحمد لله كان كافي. هذا الشيء هذا عجبني بزاف الحمد لله، وكنشجعكم انكم تزعموا على هذا النوع ديال العرضات الكبار. راه كل شيء على الزعامه، كل شيء كيدوز بالزعامه. اما يكذب عليكم الكذاب، راه كل شيء ساهل، خص غير الزعامه والثقه في النفس وكل شيء كيدوز هو هذاك. ايوا دابا ندوزو نحيدو من الملوي، ندوزو نصبو نطيبو الجزء ديالي. هنايا الدجاج كيف ما قلت لكم بعد ما بات شديتو درتو في طاوه كبيره، دخلتو يطيب على عافيه متوسطه. المهم في الاول جاتني هذه صغيره شويه على 5، قلت ما يمكنش صافي وانا نحيد هاد الشيء كامل، وجبت وحده كبر اللي قداتني 5 ديال الفرارج. الحمد لله هذه كانت كافيه كانت زوينه. شحرت الدجاج ديالي مزيان غير في داك الشرموله اللي كانت فيه اللي بيت فيها، ولكن من بعد ضفت عليها طنجره كبيره ديال الماء سخون باش نغطي داك الدجاج كامل يطيب على خاطرو. هنا خديت الكميه ديال الحلبه اللي غادي تحتاج، ما بغيتش نطيب الحلبه مع الدجاج حيت بزاف الناس ما كتعجبهمش، فطيبتها بوحديتها هكا في المرقه في الماء. من بعد ضفت عليها المرقه
ودابا ضفت كميه ديال الثومه هكا ريوس باش كتبقى صحيحه في الحطه. وملي حيدنا الدجاج ضفنا كميه ديال البصل الكافيه طبعا، وزدنا كميه ديال الماء باش كتجي المرقه كافيه ويعني تقد الناس كاملين. هنايا كيف ما كتشوفوا رجعت للحلبه، ضفت عليها شويه ديال راس الحانوت، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الماء عاوتاني، ومريقه من المرق اللي كان طايب، وخليتها حتى هي على جنب. ودابا ندوزو باش نصايبوا الكاشيره اللي كتجي حتى هي ضروريه في هاد البورماج هذا ولا هاد الرفيسه هادي. فالمكونات ديالها كيف ما كتشوفوها هي باينه قدامكم. اهم مكون طبعا هو المعدنوس، كناخذوا كميه ديال المعدنوس والقزبور وكنضيفوها في وسط الخلاط ديالنا. نضيفوا عليها البيض، ضروري البيض يكون كتير. درت هنا تقريبا شي 7 ديال البيضات، القياس اللي غادي يكفيكم. ضفت هنايا الثومه مطحونه حتى هي مدقوقه مزيان، شويه ديال العطريه، هنايا عندنا سكيجبير، البزار، الخرقوم، مليحه، وحتى شويه ديال راس الحانوت ضروري هذا، شويه ديال الزيت البلديه باش كتعطينا البنه، وهنا شويه ديال الهريسه باش كتعطي داك الحروريه. وفي الاخير ضفت كميه ديال الكبده اللي سلقتها من قبل، وطحنت كل شيء مزيان حتى ولات ليا عجينه متماسكه، يعني هكا بحال شكل شي صوص هكا كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو هكا جات. وفي الاخير خويتها في هذا المول هذا. انا ما كانش عندي داك البلاستيك اللي كيطيبوا فيه، فشريت هاد القرعه هذه اللي كيصايبوا فيها الكاشير. هاد القرعه هذه زعما الاختصاص ديالها هي صنع الكاشير، ولكن انا قلت ضروري تقدر تجي مزيانه في هذا الطبق هذا، فجات حتى هي مزيانه. خويت المكونات كلها في وسط هاد القرعه هذه وسديتها مزيان كيف ما كتشوفوا، ودرتها في وسط البرمه باش كطيب في الماء سخون. يعني درت الماء ودرتها في وسط البرمه باش طيب. هذه غير التزيين وكتبقى اختياريه، كاين اللي ما كيديرهاش، كاين اللي كيبغي يديرها. بالنسبه للتزيين في السياق الحديث على التزيين، عندنا هنايا شويه ديال البيض السمان، عندنا هنايا شويه ديال التمر اللي خديته مسحته بالماء زهر ودرت فيه شويه ديال الكركاع، وعندنا هنا شويه ديال حب الرشاد اللي غادي نديروه في وسط البيض، اللي غنديروه في وسطو ديك البيض ديال السمان بعد ما نسلقوه. هنايا كيف ما كتشوفوا طابت لينا داك الحلبه. ضفت هنا واحد شويه ديال السمن باش كيبنن، المهم هذا حتى الاخير باش كتخلي كيبقى طري. الدجاج ديالنا من بعد ما طاب كنستفو في قصديره اللي كيدخل الفران، كندهنو بشويه ديال الزبده وشويه ديال الهريسه باش كيعطيه واحد الحموريه والبنه زوينه، ونديروهم ندخلوهم للفران يتحمروا. ندوزو باش نوجدوا البيض ديالنا اللي غادي نزينوا به هاد الطبق هذا. فكنقاد هكا البيض في هاد العويدات هادو، تقدروا ديروهم هكا، تقدروا تخليهم عاديين، المهم كيبقى على حسب نتوما والذوق ديالكم والديكور اللي بغيتو ديروا. تقدروا تبدعوا في اكثر، راه كاين تبارك الله دابا الكثير والكثير ديال الاشكال. هنايا هاد الكاشيره من بعد ما طابت لينا حتى هي خرجناها من المول ديالها وقطعناها هكا طريفات باش كتجي زوينه في التزيين. كيف ما كتشوفوا كتجي بحال شي كاشيره نيشان، كتقطعوها مزيان. المهم صبروا عليها مزيان في الطياب باش كتعطيكم، باش كتجي الفورما ديالها زوينه. المرقه ديالنا من بعد ما وجدات هي كتجي بحال هذا الشكل هذا. كنقدموها في الطبق ديالنا اللي بغينا، اما القصعه اما الطباصل بحال هكا، حيت كانت عراضه انا قدمتها في الطباصل الكبارين وقدمتها. يعني ضروري خصكم ديروا المرق في الاول الطريقه العاديه، ونديروا الملوي وعاود المرقه، باش ماشي كل مره خصكم تزيدوا المرقه للضيوف ديالكم. طبعا كنضيفوا المرقه في زليفات باش اللي بغاها، كاين اللي كيبغي يروي بزاف. المهم كيبقى كل شيء على حساب الذوق ديالكم وعلى حساب الاختيار ديالكم وعلى حساب الضيوف اللي عندكم. فكنسقيو مزيان مزيان ونجيبوا الدجاج ديالنا اللي كيكون تحمر كيف ما كتشوفوا، راه كيجي هاري طايب مزيان ومحمر مزيان وجا بنين بزاف. ما نحتاجش نشكر لكم راسي، صراحه جا بنين بزاف، اللي داقو عجبو بزاف، جا طايب وهاري مزيان وهشيش. المهم كنضيفوا شويه ديال المرق من الفوق، ونضيفوا داك التمر اللي عمرناه بالكركاع. كنستفوا الكساعه ديالنا مزيان، نقادوها نتولوها ونمسحوها من الجناب قبل ما نحطوها، هذا امر ضروري. ونضيفوا هكا بيضات اللي درنا اللي زينا اللي قدينا. هنايا درتها في المقلوب، كنكون مركزه مع الكاميرا. المهم كنقادو القساعه ديالنا مزيان وكنقدموها بالصحه والراحه. بالنسبه لديك الحلبه انا درتها في زليفات صغارين وحطيتها في الطبله في الجوانب، ما بغيتش نحطها فوق القسعه حيت كاين اللي كيبغي كاين اللي ما كيبغيش. وهكا كيكون الطبق ديالنا وجد بالصحه والراحه. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم كيف ما نال الاعجاب ديال العائله ديالي اللي فرحوا بزاف بهذا الطبق هذا. وشكرا لكم على المشاهده، بالصحه والراحه.